الفل عليكم جميعا. انا تابعت من كام يوم كده قصة البلوجر اللي اسمها سارة محمد عندها اكاونت على التيك توك. هي بلوجر على التيك توك. كان عليه الاكاونت ده كان عليه فولورز كتير. هي انا شفت لها كام فيديو. بصراحة انا ما عنديش اكاونت على التيك توك، بس اتفرجت لها على كام فيديو كده بتعمل ليبسينج. برضو الليبسينج ده اللي هو ان انت بتحرك شفايفك مع مقطع مثلا من فيلم او من مسرحية. نجيب ساويرس ابتدى ب 1000 جنيه. شوف بقى ايه احنا هنعمل زي نجيب ساويرس ابتدى ب 1000 جنيه. مين اللي قال لك كده؟ بيقولوا كده والله. نجيب ساويرس ابوهم ادالهم الجونه، قال لهم ابداوا يا اولاد. الجونه بلد، اداهم بلد. ما تقتلش طموحنا، لازم نصدق موضوع ال 1000 جنيه عشان نعيش. عرفت بعد كده يعني وانا بتصفح الاخبار من حوالي اسبوع او اسبوعين، عرفت ان هي كانت خارجه مع خطيبها رايحين الطريق الصحراوي، رايحين يعني بيتفسحوا يعني في الطريق الصحراوي، واذ فجاه طلعوا عليهم بلطجيه ضربوا عليه نار. كانوا عايزين يضربوا عليه هو نار، وبعدين هي حبيبتي بتفاديه. بدل ما الرصاصه تيجي فيه جت فيها هي، بس ايه يعني زي ما تقول كده الرصاصه ضربت في ازاز العربيه، فالشظايا بتاعه الازاز دخلت جوه عينها. واللي حصل ان ساره فقدت حاسه البصر. الدكتور قال لها ان العين الشمال خلاص راحت يعني، والعين اليمين فيها تجمع دموي، والمفروض ان هم يستنوا كمان شهر علشان يعني التجمع الدموي ده لازم يخف، فمدين لها ادويه علشان التجمع الدموي ده يخف، وبعد كده بيشوفوا يعني العين اليمين دي هيبقى نظامها ايه. يعني برضو في احتمالات يعني اذا كانت هتقدر او مش هتقدر. قصه صعبه بصراحه يعني وتوجع القلب. يعني انا قلبي وجعني بصراحه. يعني كمان المؤلم اكتر يعني حسب كلامها هي، وده حقيقي على فكره، انه كمان خطيبها اتخلى عنها، يعني ما مش موجود. يعني هي البنت انا شفت لها كذا فيديو مع ريهام سعيد. هي ريهام سعيد متكفله ان هي تعالجها في البرنامج بتاع صباح الخير، وهي بتقول انا مش زعلانه من اللي حصل لي، انا زعلانه ان انا في الاخر يعني ضحيت بنفسي عشان انسان ما يستاهلش. هو ما قدرش اللي انا عملته. الولد مش موجود، مختفي، اختفى تماما يعني. وبعدين لقيت لقاء عملوه معاه في صدى البلد، بيقول انا لا ده هم اللي بيعاملوني وحش. بيقول لك وحش ايه؟ وده وقت تقول يعاملوني وحش؟ واحده يعني حصل لها عاهه مستديمه بسببك علشان تفاديك، وانت بتقول دلوقتي يعاملوني وحش، انا خايف اروح المستشفى عشان يعاملوني وحش. فكلام بصراحه غريب يعني. مش ده الوقت اللي الواحد يتكلم فيه كده يعني، اذا كان فعلا دي الحقيقه. يعني انا مش عايزه احكم عليه لان هو ما يهمنيش اصلا. يعني طالما ان هو يتخلى عنها في محنتها بالمنظر ده، انا مش ما يهمنيش ومش هتكلم عنه اصلا يعني. لكن انا هتكلم عن البنت نفسها، البنت يعني سارة نفسها، البنت البلوجر نفسها، اللي هي كانت من شهر تقريبا كانت حياتها في اتجاه، ودلوقتي حياتها في اتجاه تاني خالص. من شهر سارة كانت كل أحلامها إن هي بتجهز عشان تتجوز، وبلوجر وبتتصور وستايلش وأمورة ولذيذة ودمها خفيف، يعني بنت اسكندرانية عسولة. كانت حياتها سهلة وبسيطة وواضحة وحلوة. وكل يعني ناس كتير كانت تتمنى، أكيد يعني كانت في ناس كتير بتحسدها وبتتمنى إن هي تبقى يعني عندها ربع الحاجات اللي هي بتمتلكها، وفجأة كده الحياة كشرت لها كده من غير اي مقدمات كده، يعني وكل حاجه حرفيا راحت منها. بس هل هي دي قصه ساره؟ يعني هل هي ساره كده قصتها انتهت؟ يعني هل ساره البني ادمه الانسانه قصتها انتهت عند ان هي فقدت حاسه البصر وخطيبها سابها، ولا هي قصتها لسه هتبتدي؟ ده سؤال انا بطرحه عليكم. يعني هل انت شايف ان ساره كده خلاص هي انتهت، ولا هي لسه بالعكس هي لسه بتبتدي؟ ان ربنا يعني بيقول لها انا ليه خطه تانية ليكي، انتي مش هتمشي في التراك ده، مش هتمشي في الطريق ده، مش هتكملي مع البني ادم ده، انتي هتروحي في سكه تانية خالص. عارفه ان ده قاسي طبعا ومؤلم ان هي الانسان يغير حياته بكارثه او بمحنه او بابتلاء، بس في الحقيقه انه ده بيحصل. يعني لو انت تأملت القصه كويس هتلاقي فعلا ان ربنا رايد للبنت دي حاجه مختلفه. اكيد انت عرفت مثلا حواليك مثلا من الناس اللي تعرفهم، مثلا صحابك او جيرانك او دايره معارفك المحيطه بيك، سمعت اكيد عن قصص من نوع انه حد مثلا كان متدلع وباباه عايش وهو كان مش شايل هم الدنيا، وكان بيخرج ويتفسح ويسافر ويصرف ويعمل، وبعد كده فجاه الاب مات وهو
اتحمل المسؤولية وتعب واتطحن وحزن واتبهدل وسافر واتغرب وبعد كده بقى شخص تاني خالص غير اللي كان قبل ما والده يموت. يعني انت لو كنت شفته مثلا قبل ما ابوه يموت وشفته مثلا بعد ما ابوه توفى بفترة كبيرة، انت نفسك هتقول ده انت بقيت حد تاني خالص غيرك. ايه اللي خلاه بقى كده؟ المحنة، الابتلاء غيره وبيغيروا للأحسن. الابتلاء والمحنة بيغيروا الإنسان للأحسن، بيخلوه يكتشف جوانب في شخصيته عمره ما كان يقدر يكتشفها، بيخلوه يقدر يكتشف مواطن القوة اللي عنده بشكل عمره ما يقدر يكتشف. ساعات كتير الإنسان بيفتكر إن هو ما يقدرش، بس لما بيتحط فعلا في الموقف وفي الابتلاء الصعب بيلاقي نفسه سبحان الله قدر. انت نفسك حتى بتستغرب، بتقول أنا عمري ما كنت متخيلة إني أقدر أعمل الكلام ده، عمري ما كنت متخيلة إن يبقى عندي القوة دي. ربنا بيحط في البني آدم القوة، بيحط في البني آدم الصبر، بيغيره. الله أعلم ربنا عمل كده ليه. طبعا دي يعني حكمة ربنا سبحانه وتعالى، احنا ما نقدرش نعرفها، بس اللي أنا متأكدة منه إن هي ربنا رايد لها مسار تاني خالص غير اللي هي مشيت فيه. مش لأن المسار اللي هي مشيت فيه غلط، بس لأن يمكن ربنا عايز منها رسالة أكبر من كده. يعني ربنا يشفيها وتقدر تشوف بالعين اليمين. ادعوا لها بجد يا جماعة، ادعوا لها كلكم، لأن الموقف ده موقف صعب جدا، وربنا ما يحكم بجد على حد إن هو يتعرض لحاجة زي كده. هي بنوتة جميلة وربنا أكيد عارف إن هي تتحمل، إن هي البنت جميلة فعلا وصبورة، وحتى هم بيكلموها بتقول أنا صابرة وراضية، بس أنا حاسة إن في كهرباء في عيني، يعني متألمة موجوعة. فادعوا لها كتير وربنا يكفينا شر الدنيا. أشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي.